السلام عليكم غزالات ديالي، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناه زوزو شانيل. فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم كاملين على خير وبخير وبصحه جيده. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الحليوه اللي كتجي زوينه وبزاف ديال الناس كيبغيوها، اللي هي الحلوه ديال التمر. غادي نشاركها معكم بواحد الاضافه اللي انا كنضيف ليها وكتجي زوينه. ديك العقده ديال اللوز كتجي منسمه ولذيذه. تبعوا معايا المراحل ديال التحضير ديال هاد الحلوه هادي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلا لايك. خليكم معايا. بسم الله. غادي نبداو بالمقادير. عندي اول حاجه 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتو. انا استعملت هذا النوع هذا. عندي كاس ديال المايزينا، انا درت كاس معامرش كيعطيها واحد الهشاشه لهاد الحلوه هذه. جوج ديال البيضات، واحد الخميره ديال الحلويات، كاس ديال السكر سنيده، دائما العبر بالكاس ديال العنبه، واحد الزا ديال الزهر. تقدروا تعوضوها بالزهر الا كان عندكم، باش كتجي الحليوه ديالنا منسمه. وخلاص الدقيق حسب الخليط. عندي هنايا الزبده كما كتشوفوا. غادي نضيف ليها داك الساشي ديال الالزا ديال الزهر. كتجي هاد الحلوه البنات زوينه بزاف. وبالنسبه للنشا تقدروا تستغناو عليه الا ما بغيتو، الا ما كانش متوفر عندكم، ولكن كيعطيها واحد الهشاشه زوينه لهاد الحلوه هذه ديالنا. كما شفتوا هنايا خديت الزبده، ضفت عليها الالزا، السكر سنيده. السكر ديال سنيده انا راه ما درتش الكاس عامر، يعني درت تقريبا كاس الربع، ما درتش كاس كامل. حيت كما كنعرفوا الحلوه ديال التمر اصلا التمر كيكون حلو. ما نديروش العجينه حلوه باش ما يجيش داير بزاف بالحلاوه، كيجي زوين. هنايا غادي نضيف جوج ديال البيضات من بعد ما خدمت الزبده مزيان مع السكر سنيده حتى تولي لنا بحال بوماد. صافي هنايا غادي ناخذ البيض وغادي نبدا نخلط هذاك الخليط مزيان. كتجي هاد الحلوه البنات كما قلت لكم لذيذه بزاف وسهله مهله، دغيا كتوجد. انا غادي نشارك معكم كاع الاسرار ديال النجاح ديالها والطريقه انا باش كنحضرها، راه كتجي لذيذه بزاف. وهنايا غادي نضيف ليها كاس ديال النشا. كما قلت لكم النشا تقدروا تستغناو عليه الا ما كانش متوفر عندكم، ولكن كيعطيها واحد الهشاشه، كتجي الحلوه ديالنا هشيشه وزوينه. صافي غادي نخلط مزيان هذاك النشا مع الخليط ديالي. من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق تقريبا واحد 500 غرام اللي كتهز لينا الحلوه، على حساب دائما كما كنقول لكم الدقيق على حسب الخليط. ما كنبغيش نعطيكم القياس اكزاكت، حيت كيكون البيض كبير اولا كيكون البيض صغير، على حساب كيكون الدقيق كيشرب اولا ما كيشربش، على حساب. يعني انا تقريبا هنايا هزت ليا واحد 500 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للعجينه راه ما كتكونش عندنا قاصحه، كتكون شويه جاريه. ها نتوما شوفوا معايا من بعد ما جمعتها كتكون يعني عجينه متماسكه، ما جارياش وما قاصحاش. يعني تجمع لينا مزيان، ما تكونش كتلصق. صافي هذا هو الشكل ديالها. صافي هنايا غادي ندوز باش نحضر العقده ديال التمر. عندي هنايا التمر خضيته فورته ودعقته وطحنته مزيان كما كتشوفوا. عندي التمر عادي يعني شديته هكاك، فورته مزيان حتى تفور، وضفت ليه هنايا الزنجلان. بالنسبه للزنجلان واللوز انا درت هنايا اللوز محمر داك اللي بالملح ديالو، كيجي لذيذ بزاف البنات. هاد العقده هادي راه كتجي كتحمق. هاد الاضافات انا اللي كندير كيجيو زوينين بزاف. صافي هنايا كما شفتوا معايا درت التمر، درت الزنجلان. القياس ديروا القياس اللي بغيتو نتوما. انا كما شفتوا معايا هنايا درت تقريبا 4 ديال المعالق ديال اللوز، 4 ديال الزنجلان عندي محمر. ضفت هنايا معلقه ديال الزبده وشويه ديال ما زهر باش كتجينا ديك العقده منسمه. شويه ديال القرفه، غير راس ديال المعلقه ديال القرفه. وغادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان، نحاول نخلطه مزيان حتى يتجانس ليا داك الخليط مع الزبده مع المزهر مع كل شيء. صافي نخدمو مزيان هذاك التمر ديالنا. راه داك الزنجلان محمر واللوز كيعطيوها واحد اللذه زوينه. تقدروا ما ديروش اللوز، ديروا غير الزنجلان. هاد الاضافات هادو كيعطيو ديك العقده واحد اللذه كتجي كتحمق. جربوها وانا متاكده انكم ما غاديش تندموا. صافي هنايا من بعد ما خلطتها مزيان غادي نبدا نشكلها على شكل كرات حتى نخدموها مزيان، يعني حتى تجانس ليا ديك الزبده مع كل شيء. هنا نبدا ندير القياس اللي بغيت في الكرات.
صافي العجينه ديالي راني دخلتها للثلاجه، يعني منين كنعجنوها كندخلوها للثلاجه تقريبا واحد الساعه 45 دقيقه ونجبدوها بد ما نوجدوا العقده ونوجدوها نبداو نخدموا بها. صافي هنايا شديت العجينه ديالي درت شكلتها كرات كبيبرين شويه، والعقده ديال التمر ديالي حتى هي شكلتها كرات. غادي ناخذها على هذا الشكل هذا، كنبدا نبسطها كما كتشوفوا هكا باش كندير العقده في الوسط على هذا الشكل هذا وكنبدا نجمعها. ساهله تقدوا الا ما كانش عندكم هذاك. انا الصراحه عييت من نقلب على داك الطابع ديال الحلوه ديال التمر، والو ما لقيتوش. لقيت هذا الشكل هذا استعملته، جا زوين بزاف. وتقدروا ديروا اي شكل بغيتو، تقدروا ما تستعملوش كاع هذا المول هذا، يعني ديروا غير هكا حرابل وتقطعوه كيجي زوين بزاف. هاد الحلوه هذه كتجي لذيذه وزوينه. صافي هنايا من بعد ما درتها انا صراحه هاد الطابع هذا اللي شريت عذبنيش شويه، ولكن جا زوين بزاف. ها نتوما شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيجي كيحمق. صافي هنايا من بعد ما غادي نشكل هادو الكرات ديالي كاملين، غادي نعاود معكم واحد الوحيده. الفران راني كنشعلو قبل درجه حراره 150، كندير له انا الحراره ناقصه باش كنخليه يطيب على خاطرو، كنشعلو غير من التحت. طيب ليا الحلوه ديالي تبان ليا تحمرات من التحت، نشعل عليها من الفوق دغيا كطيب. تحمر ليا من الفوق صافي ونخرجها وغادي نوريكم شنو نديروا لها من بعد. كما شفتوا معايا هنايا كنبدا نجمع هذيك الكره مزيان وكنشكلها هكا على شكل طولي هكا باش كنديرها في المول في هذا المرشم ديالي. صافي كنبدا نضغط عليها هكا باش تشد ليا داك الشكل ديال المرشم. صافي وغادي نبدا نديرها. انا هنايا درت شويه ديال الزيت في داك المرشم باش كيخرج ليا، باش كتخرج ليا الحلوه ديالي. وها هو الشكل ديالها. صافي هنايا من بعد ما درتها في اللاطه على هذا الشكل كما كتشوفوا، صافي غادي ندخلها كما قلت لكم من الفرن طيب من التحت، من بعد نشعل عليها من الفوق. من بعد ما غادي تخرج غادي ندير عليها شويه ديال السكر كلاصي، كتجي لذيذه بزاف. شوفوا معايا العقده كيفاش كتجي من الداخل، كتجي زوينه. انا حليت معكم واحد الوحيده باش تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيكون من الداخل. هذه العجينه كتكون رطيبه وفيها واحد الهشاشه ما نقولش لكم، الشكل ديالها كيجي زوين بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بصحتكم وراحتكم، جربوها وقولوا لي كيف جاتكم. كنشكركم بزاف على لي ميساج ديالكم اللي كتسولوا فيا، يسول فيكم الخير. ربي يخليكم. شكرا لكم بزاف 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 على التعاليق الزوينين ديالكم. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، كنقول لكم مرحبا بكم. تهلاو في راسكم. الى فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.